بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حبيت نطلع لكم بهذا الفيديو المتنوع في عدة وصفات. اليوم مش راح نعطيكم وصفة ومقادير وطريقة تحضير. اليوم جيت نطلع لكم بهذا الفيديو في عدة لقطات. بالمناسبة كانت عندي عرضة، حبيت نشارك معكم واش حضرت في هذه العرضة. اولا كطبق رئيسي راح نحضر المفرمسه ولا الشخشوخه. شوفوا، هذا بالنسبه للعجين ديجا راني كنت يعني شمختها ليله من قبل. هي المفرمسه بحد ذاتها يعني كامله راني وجدتها يومين قبل النهار، يعني قبل ما ندير العشاء هذاك. هذه الكميه استعملت فيها زوج كميات، يعني الكميه الاولى استعملتها بالنهار والكميه الثانيه استعملتها بالنهار. بالنسبه للعجين واش استعملت فيه سميد رطب، يعني ماشي رطب بزاف بزاف، نحيت الغلاف هذاك الخشين ودرت الرطب شويه. ما كيلتش يعني بالضبط واش كان المقدار. هذه الكميه درت فيها كاس تاع فرينه لانه السميد نتاعي هذا كان شويه عيان، مع الملح وعجنت بالماء كما راكم تشوفوا. شمختها ليله من قبل، حاولت لهنا دلكتها مليح مليح حتى عادت بهذا القوام. ولهنا راني نكور فيها. هاد الكويرات راهم شويه كبار لانه طاجين تاعي ديجا كبير. بعد ما كورتها ولا لوزتها كيما نقولوا حنا، خليتها ترتاح شويه لان راح نجي نطيبها. هي لازم الفرمسه تحب يعني الزيت هكذا باش تتحل مليح، وتكون كل ما خليتوها ترتاح والعجين كان مدلوك مليح راح تجيكم كذلك سهله وتتحل بكل سهوله. يعني كان ماذا بيا يعني نصور لكم كيف نهزها، يعني نهزها على ذراعي لاني راح نطيبها وحدي. كيف نحطها في طاجين، لكن كامل واش صورت لقيت روحي يعني فيه يعني لقطات نبان فيهم بزاف خاصة ذرعية وكلش. مي ان شاء الله فرصة اخرى ان شاء الله حنصور لكم بالتفصيل كيف خدمتها وكيف نطيبها، كيف نحطها في طاجين لكل وحدة تكون وحدها. كيف تحط القرصة تاعها في طاجين كيما شفتوا انا القرصة تاعي ديجا راني كبيرة مع الطاجين هذاك. في الاول يعني حبيت نعت لكم هذيك كنت نطيب غير بالحبه. بعد ذلك يعني لقيت الكميه كما قلت لكم كميه كانت بزاف كبيره، حبيت نستعمل هذه الطريقه تاع انه حبه فوق حبه. فقط انه النار لازم تكون اقل من المتوسط، النار تكون هاديه بزاف هكذا باش ما تحرقش معاكم، وتكون متساويه على كامل الجوانب. يعني لهنا نطيب تاع الطابونه باش النار تكون متوزعه بالتساوي. طيبت لنا حبه فوق حبه كما راكم تشوفوا. يعني ما شاء الله الحبات كانوا كبار. بالنسبه للحواف ولا الحواشي هذوك اذا كانوا معنا خشن راحين فيما بعد راحين ننزعوهم عادي. المهم انه يكون الفرمسه تاعنا تجي خفيفه تجي رقيقه كما نقولوا حنا خيط مصه. بهذه الطريقه راني نطيب في الحواف يعني باش ما يكونوش معايا عجين. وهذا هو الشكل تاعها، يعني كامل تقريبا طيبتها بهذا الشكل. بالنسبه للطريقه تاع التقطاع تاعها، انا دائما نستعمل هذه الطريقه بزاف سهله عمليه ومنظمه كذلك. يجيكم الورقات هذوك تاع الفرمسه تجيكم منظمين ويجي الشكل تاعهم بزاف هايل، احسن من انهم فتوها بليد على طريقه تقليديه. كما شفتوا الحواف يعني اللي وين نشوف انا يعني نحس الحواف باللي خشان شويه ولا شويه يكونوا ماشي رقاق، نحيهم بالمقص عادي، يعني ما كاش يعني حتى صعوبه في ذلك. بعد ما كملت قطعتها كامل هذيك المشخشخه بهذه الطريقه. استعملت يعني جاتني كميه كبيره كما قلت لكم يومين وانا نخدم فيها. درت تقريبا 6 كيلو. استعملت ربعه العشاء قعدوا لي تقريبا 2 كيلو او اقل شويه ماشي بزاف. بالنسبه للفلفل هنا راني نشوي فيه لانه راح نطيب حميس على الجمر. صراحه هو بنين لهنا اللي شوي انا كملت خدمته عادي. لهنا الليله اللي راح نوجر فيها ولا نحمر فيها اللحم. عندي كما شفتوا كميه كبيره تاع اللحم تقريبا 25 قطعه. بالنسبه للتوابل اللي انا حطيت بصل، حطيت فلفل عكري، حطيت كزبر، حطيت فلفل احمر حار، ثوم، ملح وكذلك زيت. ومعجون طماطم وغرفه كبيره نتاع معجون فلفل احمر حار اللي هو الهريسه. لنا راح نخلط مليح. بعد ذلك راح نحمر اللحم هذاك تاعي مليح مليح ونحطوه في الثلاجه حتى الغدوه من ذاك باش نكمل نطيبو. يعني راح تشوفوا الطريقه تاعو. بالنسبه لمعجون الطماطم انا حطيت لهنا كميه يعني لاباس بها تقريبا، يعني حطيت الكميه وزدت تقريبا استعملت رطل تاع طماطم يعني معجون طماطم. لهنا الغدوه يعني من ذاك جات ماما هي اللي كملت طيبات ويعطيها الصحه، ادعيو لها ان شاء الله ربي يشفيها.
كانت مريضة ومع ذلك تعبت معايا بزاف بزاف. لهنا راني ضفت يعني كان عندي طماطم، حبيت رحيتهم وضفتهم لهذاك المرق وهو يتقلى. بالنسبة للطبقة الثانية راح نستعمل المثوم. عندي لهنا كمية من اللحم مرحي، كذلك كمية من صدر تاع الدجاج مرحي. بالنسبة للتوابل استعملت فلفل كحل، ملح، ثوم، توابل الكفتة أو توابل المثوم، وكذلك شابلو ولا زوج معالق كبار تاع خبز مرحي، وبيضة كاملة ونصف بيضة. كورتهم كما راكم شفتوا، لحتهم في المرق. لهنا نسيت ما صورتش المرق، كنت ندوزن فيها كذلك، يعني استعملتها بالدجاج. لهنا نهار العشاء يعني في المساء كما شفتوا معايا هذه كانت سلطة، كان حميص، كان كذلك زيتون كاسي. وهذا هو التقديم البسيط جدا. حبيت نقول لكم فقط انه العرضة هذه راها كانت بسيطة جدا جدا، يعني ما فيش اطباق فاخرة وما فيش تقديم فاخر. حبيت فقط نشارك معكم هذه العرضة اللي أنا درتها، تعبت فيها، صورتها، إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. بالنسبة للمعازيم كانوا تقريبا كامل من لا فامي، كانوا أصدقاء زوجي، وكانوا معظمهم يعني رجال، ما كانش يعني نساء بزاف. كما قلت لكم، وهذه هي إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. بالنسبة للحم يعني طيبته غير في البرمة، ما طيبتوش كامل في لاكوكوط، وتقريبا ساعتين، ومع ذلك طاب يعني ما شاء الله. طاب زبده. هاد الحميص نتاع الفحم هو جا هو كذلك بنين. بالنسبه للشخشوخه ما نقولكم، جات واحد الشخشوخه من يديكم، بنينه 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 عسل. استعملتها التزيين تاعها، درت يعني زبيب، درت عين بقره، الجواز تاعها كان حمص، شرائح تاع فلفل اخضر مقلي اكيد يكون حار، والمرقه تاعها كيما راكم تشوفوا بزاف خاطر وبنين. جات بنينه ما شاء الله، يعني حوحو يشكر روحو. صراحه يعني كامل اللي تعشوا عندي عجبهم العشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نقول لامي يعطيك الصحه بزاف بزاف، ربي يشفيك، ربي يخليك دائما تاج فوق راسي. يعني كنتي واقفه معايا من اول لقطه واول يعني نهار لاخر النهار. ربي يديمك لينا ويحفظ لكم كامل امهاتكم. كذلك المثوم جا هو كذلك بزاف بنين، المرق تاعو جا ملبي ما شاء الله، مال قريب الدجاج جات فيه واحد البنه ما شاء الله. هذه هي العرضة تاعي البسيطة جدا. رغم بساطتها إلا أني فرحت ضيف تاعي، الحمد لله يا رب العالمين. نقول لكم مشاهدة ممتعة. نخليكم ونقول لكم تلاو في رواحكم، بقوا على خير، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.